دعنا نتذكر ان احنا في جدب سياسي كامل في البلد، في تجريف سياسي كامل بتعبير الاستاذ هيكل يعني. وبالتالي الاحزاب التي كانت تعبر عن تيارات قويه، التيار الناصري تيار قوي وكبير، وكان شكل تاسيسه قوه هائله تخرج الى المجتمع. الوفد الحقيقه كمان انا فاكر في مدرسه السعديه كانت قوه كبيره خارجه، التجمع كان حزب كبير وصحيفته كانت صحيفه كبيره ومؤثر جدا. كل هذه الاحزاب الكبيره التي تعبر عن تيارات جوهريه في المجتمع تراجعت واضمحلت، ثم اصبح بشكل او باخر تدعو الى الرثاء والشفقه كعزيز قوم سياسي ذل او وهين او ينظر اليه باستخفاف. الناصريين الحقيقه ما بيخرجوش عن المعادله دي، معادله نتائج الطوارئ 30 سنه، نتائج حصار الاحزاب، نتائج اختراق امن الدوله للاحزاب، نتائج ترهل القيادات واصرافها الى اسراعات. نحن امام وضع جديد، فنحن امام اطلال من الماضي تطرح نفسها على المستقبل، دي ما فيش انتقاص من حد. فلا اما الاطلال تبني بيوت جديده، هذه التيارات احزاب جديده، لا اما ترمم بيوتها بشكل افضل وتصل عليه خرسانات سياسيه وتوحد صفوفها لانها لابد ان ترى ان الامور اختلفت. طوارئ سوف يلغى، اطلاق حريه الاحزاب سوف يفتح، فبالتالي ما عادش حد اسير لحد في حزب واحد يتخلي معاه. لكن الوحده لها هدف ثاني مختلف، لان الوحده تعني انك سوف تكون امام حزب كبير يستطيع ان يدخل ائتلافات انتخابيه ويكون طرفا في الحكومه. ما عادش ينفع حاجه اسمه تمثيل مشرف يبقى ليك عضو ولا اثنين ولا ثلاثه، انت بتتكلم ما عادش يعني الظروف اختلفت. فلا اما ان تكون في معارضا قويا لك شأن، او ان تكون طرفا في حكومه ائتلاف برامجك تدخل في الصياغه والحسبان. اما ان تكون على الحال الذي كان قبل 25 يناير وقبل قانون الاحزاب المتوقع وقبل اطلاقها بالاخطار وقبل انتخابات نيابيه نعتقد انها سوف توفر فيها شيء اكبر مما هو معتاد بكثير من النزاهه، ان تفكر التفكير القديم بهذا الشكل، سواء كانت اللافته ناصري، الوفد، التجمع. انا اظن إذا لم يتم تفكير جديد يتسق مع التحولات في المجتمع وثورة الشباب والأجيال الجديدة وطريقة التفكير الجديدة، وأن نصل إلى 77 و2% يعني التي لم ننجح أن نصل إليها في الاستفتاء نسبة كبيرة منها، نصل إلى المجتمع وأن ننظم أنفسنا جيدا كما تنظم التيارات الإسلامية نفسها بصورة جيدة. أنا أظن أن أي حد هيفكر بالطريقة القديمة يعني هو إلى نهاية محققة وسريعة، ولن يأسى عليه أحد ولن يأسف له أحد، وخارج المعادلة بشكل حقيقي. وأنا أتوقع إذا سقطت هذه الأحزاب أو لم تتدارك الأحزاب التاريخية، لم تتدارك الموقف وتأخذه بجدية كما أتمنى أن تأخذ الأمور بجدية، سوف تنشأ أحزابا جديدة تعبر عن تياراتها الأصلية، الوفدي والليبرالي هنا في هذه الحالة، أو القومي أو اليساري أو الإسلامي يعني هل من الأفضل إذا من الآن أن يتقدم التيار الناصري يكون بمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية أم يتشذر الموقف؟ نبي أنا أتمنى ما حدش يترشح باسم التيار الناصري لرئاسة الجمهورية. يعني إذا كان الإخوان متعقلين قالوا لن نرشح احدا لرئاسه الجمهوريه، فاحنا يجب ان ناخذ الامور بجديه. احنا في مرحله انتقال، رئيس الجمهوريه المقبل انتقالي، وبالتالي الافضل ان يكون ولن يكون في حقيقه الامر الى ان يكون الاقرب الى فكره الوفاق الوطني او القبول الواسع او طمانينه الراي العام بكافه صراعاته، الى انه بيقود مرحله تحول ووضع دستور جديد بقدر من التوافق وحول أهداف ثورة يناير والحريات المدنية والدستور المدني ووضع قواعد. يعني أنا أظن هذا هو الأمر الجدي. دي رقم واحد. رقم اثنين، أنا أفهم لما كان الرئيس مبارك نازل أو نجله نازل يعني إن في فكرة نقول نجيب مرشح احتجاجي نقف حواليه، وإحنا عارفين انه مش هينزل زي ما الاستاذ حمدين صديقي العزيز قال مرشح شعبي، يعني هو راجل بيفترض انه مش هينزل، لكن
بيعمل شيء احتجاجي، او الاستاذ ايمن نور يعني الراجل دفع ثمن وعمل اداء طيب في الانتخابات الماضيه، لكن كان اداء احتجاجيا. هذه المره احنا هننتخب رئيس الجمهوريه. هذه المره الوضع مختلف، احنا هننتخب رئيس الجمهوريه، وبالتالي وانا بطلب وبالح وارجو قبول هذا الكلام بروح من الصداقه مع كثير من المرشحين للرئاسه واخوه وحاجات كتير قوي. ارجو ان ناخذ الامر ان هذه المره احنا بننتخب رئيس الجمهوريه، وبالتالي ما فيش حد مستعد لا ضيع وجوده ولا ضيع صوته على مرشح احتجاجي او لاثبات الوجود. خلينا والا لان هنلاقي تقريبا انا بتصور ممكن يبقى حوالي 15 واحد مرشح نفسه رئيس الجمهوريه. كل مرشح الاحزاب اللي هيحصل على صوت هينزل، وكتير قوي عايزين يرشحوا ولهم شعبيه ويعرفوا يعني يجيبوا النصاب المطلوب 30,000 توقيع وبتاع. لكن انا اظن في النهايه المساله هتبقى 3 في هذه الانتخابات 3، وبالتالي خلينا نفكر بجديه، لاما ان يتوافق المجتمع على شخص فنزكي حظوظه بدون تشتيت، وننظر في البرامج التي يمكن ان نتوافق حولها باعتباره رئيس انتقالي ل4 سنين. انا اظن السيد عمرو موسى او الدكتور محمد برادعي يعني حتى بحكم السن يعني يجب ان يعلن كل منهما انه 4 سنين. مش بالضروره انه يكون 2، انا لا اتحفظ حتى بخصوص السن، مش بالضروره، لان في مرشح ثالث اللي انا بسميه الحصان الاسود. هو لم يظهر في المسرح بعد، ما اعرفش هيطلع من اي اتجاه. هل هيطلع من معسكر الثوره؟ هل هيطلع من معسكر الثوره المضاده؟ وبالتالي احنا محتاجين ننتظر بعض الشيء. وانا الحقيقه مختلف خالص يعني عن فكره السباق الجاري الان لابداء الرغبه في الترشح لرئاسه الجمهوريه. الاول نستكمل مطالب الثوره. الاول يعني في مطالب ملحه وضاغطه وفي ناس قلقه وخايفه، فالاول نطمئن الى ان هناك قواعد استقرت، وبعدين لان غالبا انتخابات رئاسه الجمهوريه هتبقى في 2012 يعني اوائل 2012 غالبا يعني. فالاول تبقى في قواعد ولا ندخل في سباق انتخابي مبكر ومنازعات وربما مشاحنات وربما محاولة كل طرف تحطيم الصورة السياسية للطرف الآخر، وهذا كلام مبكر لأن الثورة لا زالت في الميدان، مش ميدان التحرير، ميدان مصر يعني، والثورة مهددة وطبيعة الدولة محل تساؤل، وهناك قوى تخرج تثير فزع في المجتمع حول مصيره. ومن هنا أنا بتصور ما يتكلموش يعني اتفضل التركيز على يعني كلام مبكر جدا الحقيقه، كلام مبكر وجايز فيه نزاعات شخصيه اكثر من فكره المصلحه العامه. انا دلوقتي احنا عاوزين اذا كان بنفتح حوار مجتمع مع الاخوان المسلمين، عاوزين نشوف ايه القواسم، كيف نحافظ على فكره الدوله المدنيه ولا ننجرف الى حروب اهليه. فابتدي اخش بقى داخل المعسكر الواحد، داخل فريق 22/8 للقوى الحيويه دي مؤثره جدا يعني. وخد بالك ان هناك كمان في كتير من اللي ادوا لنعم هيدوا لمرشحين الرئاسه من الفريق ده، لكن انا مش محتاج داخل فريق يعني عنده صدمه على الاقل، واخد بالك انه داخل منازعات سوف يختار من رئيس الجمهوريه. استني بالراحه شويه يعني. هذا كلام مبكر جدا، والكلام فيه يعني في شيء كثير من سوء التقدير السياسي، في مهام قبلها، في مهام اولها. لما تنزل الحقائق على الارض اقول لك مين رئيس الجمهوريه. لما تنزل الحقائق على الارض، الحقائق ما تنزلش. لما الامن هيستتب اكتر، لما الاقتصاد يبتدي يتحرك افضل، لما تبقى في سلطه بالمعنى التقليدي في 6 اشهر، سلطه مش سلطه معلقه كما كان موجودا في الشهر ونص اللي جاي، اقدر اقول لك، واخد بالك. لان ما اعرفش كمان وما اقدرش احسب طبعا، انا محترم ان الجيش بيقول انا مش هرشح حد كويس، لكن سيبنا نشوف الحقائق عندما تنزل على الارض وتكون هناك سلطه ماذا سوف يكون القرار الاخير. وبالتالي خلينا نتماهل شويه في مساله الرئاسه، ولا يكون هو الموضوع الضاغط علينا، ونشوف مهام الثوره دلوقتي ايه، ونشوف تطمينات المجتمع ايه، ونشوف المبادئ الدستوريه اللي هنتفق عليها ايه، ونشوف هنعمل ايه في الانتخابات
التشريعيه. لكن ايهما ابقى لمصر، النظام الرئاسي ام البرلماني؟ انا مع النظام البرلماني ومع جمهوريه برلمانيه في دوله فرعونيه من 7000 سنه حضاره. انا مصر محتاجه التحول الجوهري لتقليص صلاحيات الرئيس ان تكون جمهوريه برلمانيه. لكن في ناس بيشوف او رايها ان الطبيعه المركزيه لمصر والثقافه يعني شويه، بحيث ان احنا يعني انه قد يكون من الاوفق ان يكون مزيجا ما بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني زي فرنسا كده. يعني في برلمان قوي والحكومه منتخبه من البرلمان ورئيس الحكومه له صلاحياته، لكن رئيس الجمهوريه له دور كبير في رسم السياسات العامه وخاصه السياسه الخارجيه. يعني الحقيقه وانا اغادر جريده العربي او اتههم لمغادرتها بأشعر يعني بامتنان كبير للدور الذي لعبته ودور زملائي الذين كنا نطلق عليهم يعني قبل سنوات طويله كتيبه العربي، حيث كانوا يعملون في ظروف مهنيه وانسانيه قاسيه للغايه بدون رواتب او رواتب تتاخر يعني احيانا الى سنه كامله، لكنهم كانوا يعملون ويقاتلون، وكان لديهم اعتقاد أن الجريدة لها رسالة وهي رسالة الديمقراطية، أن الجريدة لها رسالة وهي الدفاع عن البلد أمام سيناريو التوريث. هي أول من كشفته وخاضت منفردة لمدة 5 سنوات كاملة، منفردة هي التي كسرت بمفردها حاجز الخوف 5 سنوات منذ يونيو 2000 حتى 2005، وبعدين انضمت صحف شقيقة وزميلة ورفعت السقف، والذي رفعته العربي حازت هذا السقف، وقبل كده كفاية لعب الدور، وبعدين منظمات أخرى احتجاجية، وبعدين الجمعية الوطنية للتغيير، وفي نهاية المطاف الدكتور برادة. يعني في كتير شاركوا، لكن عندما نتحدث عن الدور الرئيسي اللبنة الأولى طبعا هي العربي بشكل حقيقي. فأنا عندما أغادر العربي أشعر يعني بشيء من الرضا على النفس، بشيء من التقبل لكل ما جرى والتقبل للثمن الذي دفعناه. فقد انتصرت مصر وانتصرت ثورتها، وهدم مشروع التوريث من جذوره، وهدم الفساد، وهدم العصبة الفاسدة بحول الرئيس السابق والفاسد. أنا أظن العربي هي أول من خاضت وكسرت المحرمات وكسرت المحظور وجازفت ودفعت ثمن باهظ يعني وصل في أحيان كثيرة إلى ضرب زميلي رئيس تحرير الفيزياء الحبيب قنديل ورميه عاريا في الصحراء، ويعني عوقبنا في أرزاقنا وفي مساعدة دخولنا وفي فرص كنا نستحقها، فرص أفضل في الحياة، لكن نحن نقبل ذلك ونشعر بالفخر، ونحن نطوي بالنسبة لي يعني نطوي هذه الصفحة المهنية. الإصرار على الرحيل لأننا قد لعبت يعني هذا الكلام عن الرحيل يعني بقاله سنوات الحقيقة، وكل مرة قد تنشأ أسباب تدعوني إلى البقاء، لكن هذه المرة والكلام ده أنا أعلنته كتابة وفي العربي ورسميا في ديسمبر الماضي قبل الثورة، ثم جاءت الأزمة الحزبية أجلت الأمر بعض الشيء، لأنه لا توجد مؤسسات حزبية بمقدورها انتخاب رئيس تحرير جديد، ثم جاءت الثورة وكان لابد لنا أن نستمر الأمور الآن أكثر استقرارا. فأنا بعتقد أن أنا قد أديت دوري 10 سنوات، ربما إذا يعني أقترب الآن من 11 سنة، وهذا كافي، وأنا ضد أن أستمر أكثر من ذلك في هذا المكان، ثم أن من حقي أن أتطلع إلى تجربة مهنية جديدة. وهذا كلام لا علاقة له بما هو جاري الآن في مصر من انفتاح الفرص، لأن هذا كان رأيي قبل الثورة، وهذا كلام منشور ومكتوب. وأنا قلت وكتبت يعني المقال في العدد القادم هو المقال الأخير، والحقيقة أنا تعمدت أن أكتب من يوم ما استقلت حتى لا يكون هناك لبس عند أي طرف أو أحد أنني قد أتراجع عن الاستقالة، لأنني لن أتراجع عنها، مسألة منتهية، لكني يمكن أن أحافظ على الجريدة أن يعني، لكن أنا أرجو بقيادة الحزب أن تحسب أمرها وتنهي هذا الأمر، لأنه وضع يعني برضك الحقيقة أنا أستغربه أن رئيس تحرير يستقيل لمدة 14 أشهر ثم لا يحدثه أحد أو يسعى إلى البحث عن رئيس تحرير جديد. يعني أنا أشكر ثقتهم فيا، لكن أنا بعتقد أن القرار النهائي وكما قلت قبل ذلك لا رجع فيه، وقد أعلنت أن العدد القادم هو المقال الأخير في جريدة العربي.